كنت نايمة في أوضتي والدنيا هادية، بس فجأة سمعت صوت مش طبيعي جاي من شباك المنور. قمت مفزوعة، فتحت الشباك بهدوء، وساعتها سمعت صوت مش مجرد صوت، ده صوت واحدة بتتوجع وبتستمتع في نفس الوقت. ومن يومها حياتي ما بقتش زي الأول. لو بتحب النوع ده من القصص اخبط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اسمع حكايتي وهتحكم بنفسك. أنا ياسمين، متجوزة من 3 سنين، بس جوزي مسافر ومش بيجي غير مرة في السنة، وبقيت حاسة اني وحيدة مع اني كنت متجوزة. بصحى وانام لوحدي، مفيش حضن، مفيش كلام، مفيش حتى خناقة تحسسني اني موجودة. حتى العمارة اللي انا ساكنة فيها فاضية، مفيهاش جيران، مفيهاش اي حد خالص. كنت عايشة فيها لوحدي، انا والبواب بس. كان الشقق اللي فيها كلها لسه مسكني. وفي يوم جاتلي مكالمة من علا صاحبتي من ايام الكلية، بتسألني لو في شقة فاضية في العمارة اللي انا فيها. قلت لها ايوه، في شقة فاضية فوقي، تعالي. وساعتها طلبت من البواب يفتحها ليها ويفرجها. جت هي وجوزها مصطفى، واول ما شفته قلبي قعد يدق جامد. كان امور قوي وصوته دافي وكلامه قليل، بس عينيه بتحكي كتير. وساعتها عجبتهم الشقة وسكنوا فوقيا، وبدأنا نقرب تاني. بقت علا كل يوم عندي وانا عندها. بعد ما كنا بعيد عن بعض بقالنا فترة، كنا بنقضي الوقت كله سوا، ناكل، نحكي، نضحك، ننام. بس في ليلة منهم حصل فيها اللي غيرني. كنت نايمة عندها وصحيت على صوت غريب، همسات ونفس بصوت عالي ووشوشة كده من ورا الباب. قعدت اسمع، وانا كنت متأكدة انهم بيعملوا علاقة مع بعض، بس استغربت. ازاي بيعملوا كده وانا نايمة في الأوضة اللي جنبهم؟ هو ده طبيعي؟ رجعت بيتي، جسمي كان سخن جدا، مش عارفة دي غيرة ولا شهوة. والأول مرة في حياتي حسيت اني عايزة جوز صاحبتي بأي طريقة. قررت ان انا اتصرف، خدت الموبايل وسجلت وانا نايمة عندها تاني مرة. سجلت الصوت ده. بعد كده رجعت البيت وسمعت التسجيل، وصوت الآهات والأنين كان يفوق أي خيال. ووقتها معرفتش أوقف نفسي، دخلت على فيسبوك وكلمته وقلت له ان انا ياسمين، بس ما ردش في ساعتها. رد بعدها بكذا يوم كده، ومن ساعتها بدأت كل حاجة تنهار. اتكلمنا كتير قوي، او بعدين دخلنا في الجد. قال انا كنت شايف فيكي حاجة من اول مرة. قلت له وانا كمان، بس مين فينا عنده ضمير يوقفنا؟ رد عليا وقال لي انا خلاص سبت ضميري ورايا. بقينا نحكي كل يوم ونقرب اكتر، لحد ما قالي لما ولا تروح عند مامتها انا هجيلك. وكان اليوم ده هو بداية كل حاجة. انا حضرت نفسي ولبست احسن لبس عندي وحطيت برفيوم وفتحت له الباب. اول ما دخل حضني كأني مراته، كأني ملكه. كان عطشان ليا قوي وانا كمان. وبعدها ما بطلناش، بقينا نعملها كل ما البيت يفضل. وفي مرة ورا مرة العلاقة اتقلبت من شهوة لحب. بقيت مستنياه دايما، بستناه اكتر ما بستنى جوزي. نسيت جوزي اصلا، نسيت اني متجوزة، نسيت ان علا دي صاحبتي. بس الحقيقة انا ما كنتش ندمانة خالص، لاني حبيته جدا. لحد ما في يوم حصل اللي ما كنتش اتوقعه، لا انا ولا مصطفى. لقيت مصطفى في يوم بيقولي ان علا حامل، واحتمال تقعد شهر ولا شهرين عند مامتها في بداية الحمل، عشان يعني ما تعملش اي مجهود. قلت له طب حلو، ده خبر حلو جدا. قال لي ايوه، بس اللي مش حلو
انها عاوزاني اروح اقعد معاها هناك، بس طبعا انا رفضت وقلت لها ان انا مش هعرف اخد راحتي هناك، وان انا هبقى اروح لها في يوم كده لما اخد اجازة او بعد الشغل. قلت له طب حلو قوي، طب هي هتروح هناك امتى؟ قال لي احتمال اوديها بكرة او بعد بكرة. قلت له وانا مستنياك، لازم تجيلي. او بعدها بيومين مصطفى قال لي خلاص انا وديتها عند مامتها، ولما ارجع من الشغل هعدي عليكي. وفضلت قاعدة مستنية مصطفى لحد ما جيلي، او لحد النهاردة مصطفى بيجيلي كل يوم، وكل حاجة نفسنا فيها بنعملها سوا. ولا ما تعرفش اي حاجة لحد دلوقتي عن العلاقة دي. انا عارفة ان اللي بعمله ده غلط، بس فعلا غصب عني. انا واحدة متجوزة، وبسبب الظروف بقيت محرومة من ابسط حقوقي، وما صدقت اني لقيت راجل في حياتي. عارفة ان هو مش جوزي، بس قولولي اعمل ايه؟ ان انا بيجي عليا اوقات جوزي بيصعب عليا، ولا صاحبتي كمان بتصعب عليا، بس انا حبيت مصطفى قوي، وهو كمان بقى يحبني اكتر من مراته، والحب عمره ما كان بايدينا. وخايفة ان انا اطلب منه يطلق مراته، لان مهما كان انا مش عايزة اخرب بيتها، لانها برضو في الاول وفي الاخر صاحبتي. يا ريت اللي بيسمعوني دلوقتي يقولولي اعمل ايه، مع العلم اني مش هقدر استغنى عن مصطفى ابدا مهما حصل. اللي شايف اني ظلمت جوزي او ظلمت صاحبتي يعمل لايك، ويا ريت اللي عنده اي نصيحة ليا بس بدون اي تجريح اكتبها لي في التعليقات، وانا هقرا كل تعليقاتكم بنفسي.